جيد انت تقول يابا، انت يعني تقول انه هذه القاعده اللي اسسها العالم الغربي، فصل الدين عن السياسه، في حين اكو دول غربيه تكون متطوره وعملت بهذه القاعده، فصلت الدين عن السياسه، تطورت من ناحيه العمران، الاقتصاد والى جانبه. اقول شنو الفائده من هذا التطور وهذا العمران، في حين تجد حاكم غربي يتبجح ويتفاخر بقتل الآلاف من الأطفال؟ شنو الفائدة من هذا التطور والتقدم العلمي، في حين تجد حاكم بسبب اختلاف سياسي يفجر قنبلة في هيروشيما ويقتل الملايين؟ ما الفائدة من هذا التطور من دون أخلاق؟ النظام صحيح هذا النظام، يعني العالم إذا كان فيه نظام صحيح يؤدي إلى التطور الاقتصادي، كذلك تطور الأخلاق. وإحنا نشوف من المعيب، نشوف بعض الدول الإسلامية اللي ينتشرون طبعا ضاع عنوان الإسلام، جيد، تعمل بالأساليب الغربية. حتى في بلادنا نظام الحكم هو نظام حكم غربي، مو نظام حكم إسلامي. الغرب جاءوا به إلى هذه البلاد. تقول أيضا هذه البلدان العربية كالإمارات أيضا تطورت وعملت بهذا الشيء، نفس الكلام نفس الجواب. شنو الفائدة من هذا التطور، في حين في هذه البلدان تكتم على الحريات وعلى الآراء وعلى المعتقدات؟ أنت في هذا البلد المعنون كالإمارات اللي هو متطور اقتصاديا، شوف خالف الحاكم سياسيا أو خالفه معتقديا اللي يعتقدون به هم، شنو راح تتواجه؟ راح تتواجه بالقتل، بالقمع، بالتشريد. شنو الفائدة من هذا؟ إيه إذا فالنظام هو عبارة عن سيستم روحي يكملك، يكملك أخلاقيا، يكمل المجتمع، وكذلك يكمل المجتمع اقتصاديا.